إياك
مبعد منه هذا المرتد، فهي مؤكد الذكر، وهي أيضا الضروريات الإيمان، وهي مجدد العهد أمرا ووقعا مع الله جل وعلا، فالرياض والتمام يجب والخطبة كما قلت حضراتكم في أول رمضان ربما تأتي إلا الله. أسأل الله جل وعلا أن يتقبل مني ومنكم جميعا رمضان. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وصلاتنا وإنفاقنا يا أرحم الراحمين ويا أرحم الراحمين. لازم معكم معنا في ذلك القرآن، في ذلك القرآن كنت قد تواصلت معكم عند سؤال مهم
والعقل والقلب ثلاثة يشتركوا في التلاوة. فاللسان يقرأ ويفكر، والعقل يفهم ويفكر، والقلب يتعظ ويتفكر وتضع على النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا يجب ان يوضح القرآن. المؤمن العاقل هو
دعوا ملائكة
لا نظبط مع ماشي. أن يكون هذا المسجد في ميدان حسناتك يوم أتى الله. اللهم تقبل منا هذه الشركة اجعلها خالصة لوجهك الكريم. اللهم لا تطيق ربنا من مقامنا هذا ومن جلستنا هذه إلا وأن غفرت لنا ذنوبنا وغفرت علينا عيوبنا يا أكرم الراحمين ويا أكرم الأكرمين يا أكرم من سئل إلى رب العرش العظيم. اللهم لا تغفر لنا مرضين وأمن رحمتك أجلاء مرضين يا رب العرش العظيم. تطلب أنك الحديث ثلاثة مواضيع. جميلة الفوش عند سماع القرآن وفي مجالس العلم وفي الخطبة عندما تخلو بنفسك بعض جميلة القبر. ثم قال لكم فإن لم تجد نفسك في هذه المواضع فادعو الله أن يمن عليك بقلبك فإنه لا قلب لك. يا الله فادعو الله أن يمن عليك بقلبك وينظر قلبك فإنه لا قلب لك. اللهم نصر بذلك القدوة الذي تدعى وتقف بين يدي الله وتدخل بين يدي نائما معتدلا باكيا متحسرا على ما فات وعلى رحمتك الطويلة في حق الله جل وعلا. ومن يحب أن تعتدل إليه أما البشر لا يحبون هذا ولا يحبون يحبوا هذا لا يحبونه إلا على الله. روح هذا العباد بيجد لنا الحضار لا يقبل الحضار بسهولة لا يسامح إلا بشكل الأمن لا يأخذ إلا بنظر الروح. لكن سبحان الله جل وعلا لو أكلت الحد الأمن إلا كيف تسمع كده الحد الأمن بالاعتراض الذي جل وعلا سيقول إن حدت إليه يقول الله قاضيا سيقول الجمعة والذي قال جل وعلا في الحديث القدسي الجميل أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني فإذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملئه وإن تقرب إلي عبدي شبرا فقربت إليه ذراعا وإن تقرب إلي ذراعا فقربت منه باعا وإن أتاني يمشي أتيته أرولا فأحبه جل جلاله وإن أتاني يمشي لو كان ربنا هيبقى بسرعة نسل فيه لو كان ربنا الله بطيئة سيتحدث بسرعة سيتحدث والله لن يقترب لكن قاتل إلي الحد الأدنى من الاعتدال الذي جل وعلا. الإنسان الناس لا يقدرون الاعتذارات بسهولة يقول كده وأنا رفضت على يقول مش ممكن والله أنا مستغرب والله أنا مستغرب لا أصحى يقول كده إلا لازم يصير على رأس وكلمة والله العظيم ما نستغرب ونسوا عليها ضعيف الشخصية ما عملش محمد فرعون بقاعة والكلام يا طيب الأمل لا تكتب أحد ويقول ثم نقول للرب كلام لا تستطيع عملا أما الأمر الذي يحرمها مرضاه في الناس قال جل وعلا صلى الله عليه وسلم من كفر أيضا وهو قادم على أن يمثله أعطاه الله على وجود الخلائق يوم القيامة وقال له ادخل الجنة عظم الله واقسم من الحور العين أيها تشاء وتعزم الناس وتبتغي سمعة بين الناس من والله ممكن تفرق لكن يأتي
بالله عليه صعب من الدخول ربنا وقت الصف الساعة تعتني بذلك الله تعتني بين يدي الله جل وعلا تعتني بذلك الذي جل وعلا فانزل على الله في حق الله وتقبل له بالرب بالسوء يا رب يا رب يا رب يا رب من عز هو الرشد لا تأثر ولا تأثر إلا الله يا رب أنا أسلمت وما أعطيتك شهادة مني بحقك واستغلالا بشأنك ولا يسلم بفضلك ولا لأنني أظن أنك لا تقدر ولا لأنني أشعر رغبة أنك مطالبا عليك ولا استهانة مني لوعيدك الصعب يوم القيامة إنما يا ربي ضعف قوتي أمام قوة شهوة الذنب غرتني نفسي الأمارة بالسوء
إلى